وجد من يؤرق فيتشلاف مولوتوف في مماته. رئيس الدبلوماسية اللبنانية الوزير جبران باسيل هو مبتكر أساليب مقاومة جديدة، فبدلا من قذيفة المولوتوف الحارقة أعلن باسيل أنه بالنبيذ اللبناني نواجه هجمات الإرهابيين. جديد باسيل الذي وصفه رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد بأنه وزير خارجية المقاومة والممانعة ابتكار مقاوم جديد. هكذا هي حروبه، ففي كارثة أخلاقية ودبلوماسية وبحركة وصفت بالزقاقية عطل باسيل اجتماعه مع وزير الخارجية الإماراتي لحين دخول القائمة بالأعمال اللبنانية في الأمم المتحدة السيدة كارولين زيادة. ضحك باسيل فيما نظيره لم يعر الموضوع أي اهتمام. بس وين كارولاين؟ رامي أظن إجت كارولاين. الفضيحة الأخلاقية تزامنت مع أخرى سياسية، فعارض باسيل توجهات الحكومة والتقى وزير الخارجية السوري وليد المعلم في لقاء تخطى كل الأعراف الدبلوماسية. على صحة سوريا رجع بعدين طمن على صحتك وبعدين تعرف نفهم على بعض بدون ما نحكي. مش عاوزين نحكي نحن عنا كثير شغل. هي ممارسات لرئيس الدبلوماسية اللبنانية وفي أروقة المحافل الدولية، أقل ما يقال فيها أنها تتنافى مع مبادئ دولة القانون، وأنها تستدعي من فاعلها الاستقالة الفورية. ولكن في دولة الفراغ ينطبق ما قاله الشاعر القديم: لقد أسمعت لو ناديت حيا، لكن لا حياة لمن تنادي، ولو نار نفخت بها أضاءت، لكنك تنفخ في رمادي.